ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم عن دار مصر. مساحة دار مصر، اسعار دار مصر. دار مصر ده عبارة عن ايه اصلا؟ ايه ده؟ هو ده كومباوند حكومي ولا إيه خاص؟ الشقق فيه إيه عاملة ايه؟ الدنيا جواه عاملة ازاي؟ ده دار مصر غرب معهد تكنولوجيا، ودار مصر شرق معهد تكنولوجيا، بس احنا هنصور في دار مصر غرب. اللي في وشي ده معهد تكنولوجيا، اللي على ايدي اليمين دوت كان معهد تكنولوجيا، اللي في على ايدي الشمال اللي انا داخله عليه ده دار مصر بقى. ده الكومباوند بتاع دار مصر. ايه معهد تكنولوجيا ده معهد خاص الناس اللي عندها ثانويه عامه السنه دي. هو معهد اسمه معهد تكنولوجيا العاشر من رمضان، معهد خاص بياخد من 90% في هندسه، في اداره اعمال، في ايه تاني، في اقسام كتير قوي. لو انتوا شفتوها او جبتوا بياناته من على النت، انا اقول بس كده الناس عشان الناس عندها ثانويه عامه، بياخد لحد 55% و53%. السنه اللي فاتت كان واخد في اقسام فيه واخده 53%، بينزل مرحله اولى، وكان السنه اللي فاتت مرحله تانية، وكان السنه اللي فاتت نازل برضو مرحله تالتة، عشان الناس اللي حابه تقدم لعيالها ومش عايزه توديها مكان بعيد، زي مثلا في ناس بتودي التجمع، في ناس بتودي 6 اكتوبر. انا عايز حاجه قريبه مني، فالعاشر من رمضان فيها معهد تكنولوجيا العاشر من رمضان. ده كان دخلت بوابة دار مصر غرب اللي في وش معهد تكنولوجيا. الشقة هنقول مساحتها حلوة قوي قوي قوي، كمان الكومباوند حلو جدا جدا جدا، نظافة، امان. لو عندي ابني او بنتي هينزلوا يلعبوا، انا مش هبقى خايفة عليهم، في سكوتر، في عجلة، هينزل يلعب تحت، هبقى قاعدة فوق، يعني حتى لو بصيت عليه من البلكونة، بصيت عليه، الدنيا امان، يعني امان، ومش هخاف ان هو هيطلع بره، في امن على البوابات، محدش هيدخل ياخده ويمشي، محدش يعني مش هيضيع مني، بعد الشر مش هيحصل اي حاجه، انا الدنيا تمام، ابص عليه كل شويه خلاص. فانا حاسه ان الدنيا حلوه قوي قوي فيه، الدنيا جميله جدا فيه، زي ما انتم شايفين كده. كان زحمه جدا، احنا بصوا ده كله بنلف عشان نركن العربيه، فقلنا ناخد جوله كده في كله، وبعد كده نطلع نركن. حتى طلعنا بره ركنا، وبعدين رجعنا تاني الشقه. ماشي، احنا كده كنا رايحين جوه في اخر الكومباوند كده، من لمه البوابه التانية للشقه اللي احنا هنصورها لكم. في شقه للبيع، هتفرجوا عليها وعلى مساحتها وتشطيبها، وهنتكلم على كل حاجه، مميزات الشقه وعيوبها وسعرها وكل حاجه في اخر الفيديو. لو لسه ما اشتركش في القناه يشترك فيها، يفعل الجرس واعملوا شير للفيديو عشان اكبر عدد يشوفوا ويستفادوا زي ما حضراتكم استفدتوا. اللي حابب يشتري اي حاجه في العاشر من رمضان، رقم موجود فوق في لمحه وموجود في اي فيديو. لكن الشقه انا هحط لكم رقم اللي هيبقى تتعاملوا معاه على طول للشقه. عايزه اقول حاجه برضو مهمه جدا، ان الشقه هناك كل قاعد بيتكلم في 2 مليون. انتوا هتتخضوا، ايه شقتي اللي ب 2 مليون؟ هو كومباوند كان نازل طرح حكومي اصلا، هو كومباوند طرح حكومي اصلا، زي اسكان اجتماعي وزي قطع الاراضي اللي نزلت، بس كان كومباوند تحفه وعلى حاجه حلوه قوي. ونتمنى ان الجهاز او الحكومه تطرح كمان كام كومباوند زيه في العاشر من رمضان، يعني يبداوا يعملوا حاجات زيه. يعني هو دلوقتي اخر حاجه نزلها كان الاعلان 16، كان كله اسكان اجتماعي 90 متر. احنا عايزين حاجه، وكان نزل اللي هي برضو نزل دار مصر بعد شرق وغرب المعهد تكنولوجيا، كان نزل دار مصر غرب وشرق المال والاعمال عندنا هناك في ال15. ده اخر حاجه نزلت من دار مصر. فاحنا بنتمنى يعمل حاجه زي جنه مصر كده، بس جنه مصر على احسن كمان. ماشي، احنا بنتمنى، انا واحده من الناس بتمنى ان الجهاز يبدا ينزل لنا كمان طرح زي ده حلو قوي، ويكون كتير عشان كل يقدم ويستفاد. طبعا كده اصلا هينزل بسعر جديد غير اسعار زمان. انتوا عارفين اصلا الطرح دوت او دار مصر دي كان التقديم فيها ب25,000 جنيه، وكان لما المحضر يجي لك لا مجال المستعلم يتصل عليك وعشان تدفع والشقه رست باسمك، كان تدافع حوالي 70 حاجه و70 او حاجه و60 او حاجه و80 حاجه في الحدود دي. هو قالوا لي بس انا نسيت، مشكلتي ان انا بنسى شويه. ماشي، شايفين المكان نضيف قوي، المكان حلو قوي وراقي جدا. انا عجبني الكومباوند جدا. عايزه اقول كمان ان ايام ما كانوا بيستلموا، انا سمعت من حد قالت ان احنا كان عندنا، طيب خلينا في المهم، ممكن محدش يكون عمل حق، يعني خلينا في المهم. معانا الشقه دي انا صورت هنا، شايفين المساحات. الشقق الارض بقى، الدور الارضي بياخدوا الجناين دي حق انتفاع، الجناين دي بتكون حق انتفاع. ماشي، دي كلها الجنه دي تبع الدور الارضي ده، شايفين تحفه، صاحبها كان مروق عليها، بس طبعا شكلهم بقاله فتره مش موجود اصلا في الشقه ولا موجود، فتحس ان الدنيا هديت شويه فيها، لكن هي تحفه، عايزه بس حد يرجع يهتم بيها تاني. دي الشقه هي الدور الارضي. على فكره العماره بيبقى فيها اسانسير وفيها 6 ادوار باين او 5، والله ما فاكره، انا هرجع اعد لكم دلوقتي كام دور. بصوا ده سلم
اهوت بيطلع على البلكونه. ممكن ادخل الانتريه بتاعي من هنا، وفي سلم هنا بيدخل على اوضه النوم، ودي اوضه الاطفال. مش عارفه هنا البلكونه جايبه لاخر اوضه النوم ولا لا، لان في سلم تاني ده. بصوا دي بلكونه كبيره كلها انا مستفيده بها على الجنينه. لا هنا ده لوحده، والبلكونه دي بتاعت اوضه النوم الصغيره دي، يمكن هناك دي بتاعت الريسبشن، دي بتاعت اوضه النوم. دي كمان تبع الجنينه، هو واخدها حق انتفاع. فالشقه دي بتتباع ومعاها الجنينه بتاعتها دي. مش الجنينه مش تبقى باسمكم، لا هي حق انتفاع مع الشقه. دي الشقه اهيت، الشقه مساحه 150 متر. الشقه تحفه، تقسيمها من جوه تحفه، تشطيبها حلو قوي. بصوا يا جماعه عشان برضو ما نتعبش بعضنا، الشقه دي مفيش شقه اقل من 2 مليون. كل عقده بنسمعها في دار مصر ده وصل ل 2 مليون. وصل امتى؟ وصل لما الدولار رفع، محدش راضي ينزل سعر شقته. ده من اول الشقه هنا كده اهي. طبعا اصحابها مش موجودين فيها فالفرش متبهدل شويه، لكن الشقه موجوده. الشقه نظيفه وتشطيبها حلوه قوي. ده اول ما تدخلوا من باب الشقه كده، ده حمام ضيوف. الشقه تشطيب سوبر لوكس، تشطيب حلو قوي قوي، عجبني التشطيب جميل جدا. فانا مش ما اعرفش ده كان تشطيب تسليم الوحدات ولا هم عدلوا عليه، بس انا شايفه ان ده تشطيب تسليم الوحده. ده الباب اهوت اول ما تدخلوا حمام الضيوف. للتواصل مع الشقه، اللي ماسك الشقه حط لكم الرقم اهو تواصلوا معاه للشقه فقط لا غير. وما يكونش حد اتصل لو سمحتوا غير الجد بس في الشراء. هحط لكم الرقم اهو تواصلوا معاه. دي الشقه انا طلعت كده من الريسبشن على الجنينه اهوت. ده سلم، ممكن انا لو حابه اطلع. هنا كانوا بينادوا لادم بيقولوا تعالى العب معانا. الحمد لله. كانوا بيقولوا ادم تعالى العب معانا، فهو ما رضيش دخل، اتكسف ودخل. الريسبشن واسع، الريسبشن حلو قوي، ياخد ليا معايا قطعتين حلوين. هي قطعه في الاول كده هيبقى ركنه او انتريه، والسفره هتتلم في جنب كده. ده طرقه طويله. ده المطبخ مساحته حلوه برده مش وحش. هو بس عشان الناس مش ساكنه في البيت بقالها فتره، فالدنيا مكركبه شويه، فانا بصور من بعيد يعني ممكن ما اظهرش الحاجه كلها، بس الحاجه حلوه ونظيفه. دي اوضه نوم. ده كان حمام تاني. اوضه النوم ماستر. اوضه النوم ماستر 3 حمامات في الشقه، اوضتين 2 وريسبشن حلو وطرقه والمطبخ. احلى حاجه بقى البلكونات يا جماله. لما اعمل كوبايه النسكافيه بتاعتي واطلع اقعد في البلكونه واروق كده وانا قاعده كده. الجنينه زي ما قلت لكم حق انتفاع. الجنينه دي ممكن انا ازرع فيها شجر مثمر. الجنينه دي ممكن ازرع فيها شجر مثمر. هو صاحبها حاط على البلكونات كلها حديد زي ما انت شايف. بلكونه اوضه النوم حديد كده. دي اوضه النوم. دي اوضه الاطفال. الاوض حلوه وتشطيبها حلو قوي. الرقم اللي انا هحطه ده للتواصل علشان الشقه بس. دي اوضه كمان. ده 3 اوض نوم اهمت مش اوضتين. كده معانا 3 اوض نوم، ومعانا ريسبشن. دي الجزامه هنا والحمام اهوت الضيوف. شايفين الشقه كده كلها. كده خلصنا الشقه بتاعتنا وطلعنا من الكومباوند اهوت. الشقه بصوا تقفوا وانتوا بتفتحوا باب الشقه بتشوفوا المخرج بقى بتاع الكومباوند التاني في ظهر بقى. اطلع بص الاقي نفسي ما شاء الله في يعني المكان راقي والمكان جميل جدا، بيني وبين كارفور ومدارس خاصه، وجنبي كل خدماتي. جنبي كل خدماتي زي ما شايفين كده. فالكومباوند حلو قوي قوي. الشقه كانت واقفه في الكومباوند ده ب450,000 جنيه. الشقه كانت واقفه في الكومباوند ب450,000 جنيه. فلو جينا نحسبها عشان الناس تقول يا ده كانوا واخدينها ببلاش، الناس تقعد تقول يا ده كانت الشقه ببلاش، ده عاد ب200 مليون، ده غاليه قوي. هي نسبه وتناسب. ال450,000 جنيه لو كان اشترى بهم قطعه ارض 500 متر، او كان اشترى قطعتين 276 او 209، كانوا هما نفس. بالعكس انا شايفه ان هو كان هيبقى سعرهم اعلى دلوقتي من الشقه. انتوا فهمتوا قصدي؟ فهي نسبه وتناسب. احنا حابين نشتري حاجه ما بنقارنش ده بده. هو سعرها رفع كل اللي جنب شرق وغرب معهد تكنولوجيا اسعارهم قافله ل2 مليون و2 وي. وعايزه اقول لكم مش عايزه اصدمكم ان انا سمعت كمان اللي عندنا بتاعه المال والاعمال قعدوا بيتكلموا في 2 مليون جنيه. فدي ليها ناسها.
في ناس يقول لك لا انا ليه هناخد ارض وابني، انا عايز شقه في كومباوند في مكان نظيف مكان راقي، اقعد وابقى قاعد مرتاح ومش خايف على عيالي، اسافر اروح شغلي اروح اجي اعمل، يبقى المكان امن لعيالي. عشان الناس تقول ايه شقتي اللي ب 2 مليون جنيه، والله مطلوب فيها 2 وي، بس انا بقول ان اقل شقه ب 2 مليون جنيه عشان تبقوا عارفين التوتال في دار مصر بكام. مش الشقه دي بس، انا كان حد كلمني على كام شقه والاسعار كله زي بعضه، كله بيتكلم زي ما يكونوا اصلا كاتبين لبعضهم او محفظين بعضهم الاسعار. كانت قبل ما الدولار يرفع كانت عامله 1,400,000 و1,500,000، من بعد الدولار ما رفع والدنيا رفعت وهو ماسكه الاتنين و2 وي. كده صورت لكم دار مصر عشان ناس كتير كانت طلبته مني. ادينا دخلنا صورنا في دار مصر، وكمان صورنا الشقه والمساحه من جوه، وشفنا الشقه والتشطيب جوه عامل ازاي ودار مصر عامله ازاي، عشان في ناس كتير قوي بتقول دار مصر دار مصر. هي دي دار مصر، هي مقاربه لجنه اللي هي المشروع اللي كان نزل اسمه جنه، بس جنه احلى كمان من دار مصر.